أخواتي الغاليين، لو ظهر أي إعلان فيه موسيقى أو مخالفة لدين الله أرجوكم اعملوا تخطي للإعلان أو وطوا الصوت لحد ما يبدأ الفيديو. بحبكم في الله. السلام عليكم، أهلا بيكم كلكم في قناتي، قناة حكايات آيات. النهاردة إن شاء الله قصة جديدة تعجبكم وتستفيدوا منها، بس ما تنسوش قبل ما نبدأ اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعليق بقى حلو منكم. واللي عنده أي قصة حابب إن أنا أنزلها يبعتها لي على صفحة الفيسبوك، هيلاقي الصفحة إن شاء الله في صندوق الوصف. ويلا نصلي على النبي ونبدأ القصة. مراتي وبنتي راحوا مني بسبب الشخص اللي ما كنتش أتوقعه أبدا. في البداية أنا اسمي إبراهيم، عندي 36 سنة. ربنا أكرمني وأنا عندي 30 سنة واتجوزت أنا وحبيبتي سارة وخلفنا بنتنا أميرة اللي عمرها دلوقتي 5 سنين. لكن بمجرد ما بنتي تمت ال5 سنين لقيت سارة مراتي صحتها ابتدت تتدهور. أخدتها الدكتور وبعد الكشف والفحوصات قال لنا للأسف مرات حضرتك الكبد عندها حالته متدهورة على الآخر. أنا هديها شوية علاجات كده تمشي عليها الفترة دي، وكمان لازم تبعد عن أكلات كتير قوي، هكتبهم لك في الروشتة. حاضر يا دكتور، أنا هنفذ كل اللي أنت قلته بالحرف الواحد، بس في أمل يعني في علاجها ولا إيه؟ الأمل في ربنا كبير يا أستاذ إبراهيم. مشيت من عنده وأنا متلخبط قوي، وفعلا ابتديت أجيب لها العلاج، وكل أهلنا وأفراد عيلتنا عرفوا بخبر تعبها وابتدوا إن هم يزورونا. واتفاجئت بنرمين بنت خالتي جات لنا البيت وكان باين عليها إنها متأثرة قوي. ألف ألف مليون سلام عليكي يا سارة، أنا زعلت قوي والله لما عرفت بالخبر ده. الله يسلمك يا حبيبتي، أنا هبقى كويسة إن شاء الله، ادعيلي بس انتي، وشكرا على زيارتك لينا. لا شكر على واجب يا حبيبتي، أصلك ما تعرفيش إبراهيم غالي عندي قد إيه، وأي حد من طرفه لازم يكون غالي عندي هو كمان. شكرا يا نرمين على زيارتك دي. يلا أنا هنزل أشتري شوية حاجات كده للبيت بعد إذنكم. استنى طب يا ابن خالتي، خدني في طريقك أحسن، أنا مش هينفع أتأخر أكتر من كده. ونزلنا مع بعض من البيت ولقيتها بتقولي انت لازم تهتم بسارة يا إبراهيم، دي مراتك أم بنتك، عمرك ما هتقدر تعوضها، أي حاجة الدكتور يقولك عليها انت لازم تنفذها بالحرف الواحد. أيوة أكيد يا نرمين، أنا خايف عليها قوي والله، دي أغلى حاجة عندي في الدنيا دي كلها. ما أنا عارفة. هو انتوا بقى متابعين مع دكتور مين صحيح؟ احنا متابعين مع دكتور كده اسمه أحمد محسن. تمام، طيب يلا سلام بقى عشان ورايا مشوار مهم. لقيت ملامحها اتغيرت ومشيت وسابتني، بس ما اهتمتش، والحمد لله العلاج بتاع الدكتور ابتدى يريح مراتي ويجيب معاها نتيجة. وفي يوم واحنا بنعيد الكشف لقيت الدكتور بيقولي هي الحمد لله حالتها اتحسنت شوية عن المرة اللي فاتت، كل اللي مطلوب منكم بقى دلوقتي انكم تتابعوا معايا اول باول، وكمان يا استاذ ابراهيم اوعى تخليها تشرب مية عادية ابدا، هي حالتها تستدعي المية المعدنية بس. طب يا دكتور عادي لو جبت لها مية من الفلتر؟ لا برضو ما ينفعش، لان الكبد عندها مش متحمل اي حاجة، وانا مصدقت انها ابتدت تستجيب للعلاج. طبعا ما كدبتش خبر، وابتديت اجيب لمراتي مية معدنية بكميات واحطها لها في البيت، لحد ما في يوم لقيت نرمين بنت خالتي جاية تزورنا ومعاها كرتونة كبيرة قوي ومليانة مية معدنية وبتقول بص بقى، انا عرفت عن طريق الصدفة ان مراتك الدكتور كاتب لها انها تشرب مية معدنية بس، فقلت خلاص ما ادخلش وايدي فاضية ابدا وجبتلكوا بقى كرتونة مية معدنية. طب تعبتي نفسك ليه قوي كده؟ زعلتيني والله، ما كانش ليه اللزوم ده كله. يا سيدي ولا تعب ولا حاجة، دي حاجة بسيطة جدا والله. المهم بقى هي فين سارة؟ انا عاوزة اشوفها احسن هي وحشتني قوي. حاضر هدخلك ليها دلوقتي. انا كنت مستغرب جدا من الحنية الزايدة اللي جت من نرمين ناحية سارة مراتي، بس قلت عادي بيحصل، اي حد بيتعب الناس بتتعاطف معاه. سبتهم ونزلت اجيب بنتي من الحضانة، ولما رجعت لقيت سارة مراتي بتقولي والله يا ابراهيم ربنا يجازي نرمين دي كل خير، قعدت معايا شوية كتير وكمان فتحت لي ازازة مية من الكرتونة اللي جابتها وادتني العلاج وشربتني بنفسها، بس هي نزلت من 5 دقايق كده عشان معرفش مين رن عليها. ماشي يا حبيبتي وماله، نرمين دي واحدة جدعة برضو، ربنا يجازيها كل خير يا رب. عاملة ايه يا ماما دلوقتي؟ انا نفسي تخفي وتبقي كويسة بقى، انتي وحشتيني قوي يا ماما، ونفسي تلعبي معايا زي زمان. حاضر يا حبيبتي والله، ان شاء الله كل حاجة هتتحل وهنرجع نلعب مع بعض زي الاول، ما تقلقيش بس انتي. انا بس بعد اذنكم عاوزة انام شوية عشان حاسة اني مرهقة قوي وتعبانة، واول ما اصحى هنلعب مع بعض يا حبيبتي. طيب يلا يا اميرة تعالي يلا عشان اغيرلك هدومك واكلك وتنامي لحد ما هو تصحى من النوم هي كمان. وفعلا اخدت بنتي وغيرت لها هدومها ونيمتها، ولسه هرتاح شويه انا كمان جنب مراتي لقيتها صحيت وكان باين عليها انها تعبانه قوي، وقالت لي انا عطشانه قوي يا ابراهيم، هات لي اشرب شويه ميه.
حاضر يا حبيبتي من عيني، هقوم اجيبلك دلوقتي مية اهو. انت قايم رايح ناحية الباب ليه؟ ما هي ازازة المية اللي فتحتها لي نرمين، هاتلي اشرب منها وخلاص. جبت لها المية اللي هي كانت عايزة تشربها، لكن بعد ما شربت بدقايق لقيتها غمضت عيونها. فضلت افوق فيها وانادي عليها باسمها، لكنها ما كانتش بترد عليا خالص. حاولت اشوفها لكن للاسف لقيت النبض وقف. جبت دكتور صاحبي عشان يتأكد من الكلام ده، لقيته قال لي البقاء لله. كنت حزين قوي، وحتى بنتي هي كمان كانت حزينة قوي قوي. كانت كل يوم تفضل وتسألني يا بابا هي ماما خلاص مشيت وسابتنا؟ هي مش هترجع تاني ولا ايه؟ هي وعدتني ان احنا هنلعب مع بعض لما تقوم. ايوه يا حبيبتي، للأسف هي خلاص مشيت وسابتنا. ادعي لها انت يا أميرة، ادعي لها كتير، هي راحت عند ربنا اللي أحسن مننا كلنا، وهيكون أحن عليها من الكل. ايوه يا بابا بس انا نفسي اشوفها ارجوك، هي وحشتني قوي. كلام أميرة بنتي كان بيتعبني، بس كنت بحاول ان انا اكون لها الاب والام واخرجها من الحالة النفسية السيئة اللي هي كانت فيها، لحد ما في يوم لقيتها ابتدت تتعب ويبان عليها انها ضعيفة وهزيلة. خدتها لنفس الدكتور اللي كنت متابع معاه حالة سارة مراتي الله يرحمها، وبعد الكشف والفحوصات والتحاليل لقيته بيقولي للأسف واضح ان المرض اللي كان عند مرات حضرتك الله يرحمها اتنقل لبنتك بالوراثة. هنا أنا انهارت وابتديت أعيط وقلت له لا 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 أرجوك يا دكتور شوف حل، أنا مش عاوز مصيرها يكون زي مصير والدتها. ما تقلقش إن شاء الله خير، أنا هديها العلاج المناسب لحالتها، وإنت بقى تواظب معاها. ده غير يعني إنك لازم تديها مية معدنية هي كمان، مش هينفع المية بتاعتنا دي أبدا لأن الكبد مش هيقدر يتعامل معاها بشكل كويس. حاضر والله يا دكتور، هعمل كل اللي حضرتك بتقول عليه وهنفذه بالحرف الواحد. ومشيت من عند الدكتور وانا حرفيا حاسس ان انا منهار. انا ما كنتش عارف انا هقدر اكمل ازاي، بس كان غصب عني لازم اكمل عشان خاطر بنتي تعيش. ومن تاني يوم رجعت نرمين بنت خالتي تظهر في حياتي تاني، ولقيتها في يوم جاية تزورني وبتقولي انا عرفت يا ابراهيم ان بنتك تعبت بنفس التعب الوحش اللي كان عند امها الله يرحمها، والله زعلت قوي عليها يا ابن خالتي. غريبة يعني، عرفتي منين؟ ده انا ما قلتش لحد خالص. ها، عرفت بقى وخلاص، اصل انا قلبي بيحس بيك يا ابراهيم، ولا انت بقى نسيت؟ اوعى تكون فاكر اني قدرت انساك، بالعكس ده انا مستعد ارجع لك في اي لحظة لو تحب، ولو تحب اعيش خدامة تحت رجلك انت وبنتك، شاور بس بايدك. شكرا يا نرمين، انا عارف انك كنت بتحبيني من زمان، بس انا اسف انا مش هقدر البي طلبك، حقك عليا، بس انا والله مش مركز في اي حاجة في حياتي دلوقتي غير بنتي وبس. لقيتها فجأة اتحولت وقالت بعصبية شديدة يعني ايه الكلام ده؟ انا لتاني مرة بعرض نفسي عليك وانت برضو تقولي انك بتحب مراتك حتى وهي متوفية مش عاوز ترتبط بيا؟ ما هو انت برضو مش راضية تفهمي ان اللي انت بتطلبيه مني ده طلب مستحيل يا نرمين. ارجوكي تراعي مشاعري وبلاش تحرجيني كده مرة تانية. لقيتها بتبصلي بنظرات كلها غضب وغل وحقد، وقالت لي ماشي يا ابراهيم انا ماشية، بس اتمنى بقى ان ما يجيش اليوم اللي تندم فيه على كلامك ده معايا. مشيت وسابتني، وانا ما كنتش قادر افسر طريقة كلامها ولا حتى نظراتها ابدا، ببساطة لاني ما كنتش فاضي ولا في دماغي افكر فيها اصلا. انا كان فيا اللي مكفيني بسبب بنتي ومرضها. وبعد كام يوم اتفاجئت بيها وهي جايالي البيت وكان باين عليها الحزن والندم، وكان معاها ازازة مية معدنية وقالت لي حقك عليا يا ابراهيم، انا عارفة اني زودتها معاك على الاخر، انا جاية النهاردة عشان اعتذرلك على كل حاجة عملتها معاك قبل كده، ما تزعلش مني، انا فعلا جيتلك في وقت غلط. اهم حاجة عندي دلوقتي ان بنتك صعبانة عليا قوي، وانا لازم اهتم بيها الفترة الاخيرة دي. طيب يا نرمين بصراحة كده انا مش فايق دلوقتي لاي كلام في اي حاجة، انا مقدر مجيتك ليا لتاني مرة. طيب خلاص يلا خد ازازة المية دي خلي بنتك تشرب منها، انا جبت لها كرتونة مية معدنية زي ما جبت لوالدتها قبل كده. ماشي يا نرمين بس بلاش تتعبي نفسك بعد كده. ماشي يا ابراهيم بس ما تنساش بقى تشرب بنتك من الازازة. ولقيتها سابتني ودخلت اوضة اميرة بنتي، وفضلت قاعدة معاها تضحك وتهزر، وانا كنت مبسوط قوي لما لقيت اميرة بنتي بتبتسم اخيرا لحد ما نرمين قررت انها تمشي. ووقتها اميرة ملامحها اتغيرت ورجع يبان عليها التعب، وقالت لي يا بابا انا حاسة اني تعبانة قوي. ايوه انا حاسة اني خلاص هشوفها، هي وحشتني قوي وانا كمان اكيد وحشاها، انا هروح لها بقى عشان اشوفها يا بابا. ايه اللي بتقوليه دوت يا اميرة؟ ما تقوليش كده يا حبيبتي، انت لسه هتفضلي معايا شوية. طب يا بابا ممكن تديني كوباية مية عشان انا عطشانة قوي. فتحت لها الازازة اللي كانت جنبها وبدأت ان انا اشربها، لكنها بعدها نامت.
أو على حسب ما اعتقدت إنها كانت نايمة، لكن اللي اكتشفته بعدها إنها كانت خلاص اتوفت. طبعا انهارت وحزنت حزن شديد جدا، لأن مراتي وبنتي توفوا وسابوني لوحدي، وكل ده في فترة قليلة قوي. في البداية أنا مكنتش مركز في أي حاجة، وقلت ده أكيد قضاء وقدر. عدت فترة حوالي شهرين وأنا بتقلب، لحد ما في يوم حلمت بأميرة بنتي. هي كانت جاية لي في الحلم بتبكي وبتقولي: السر ورا الدكتور أحمد يا بابا، السر كله معاه. سر إيه يا أميرة يا بنتي؟ انتي تقصدي السر ورا وفاتكم؟ أيوة يا بابا. صحيت من الحلم وأنا كنت مستغرب جدا، لكنه فضل يتكرر معايا كتير قوي، لحد ما قررت إني لازم أروح للدكتور أحمد اللي كنت بتابع معاه حالتهم. لكن الغريبة أول ما دخلت العيادة لقيت نرمين بنت خالتي، واللي كانت اختفت من حياتي وما شفتهاش ولا مرة من بعد وفاة بنتي. كانت قاعدة في العيادة، وأول ما شافتني اتنفضت وجت ناحيتي وقالت: ايه ده؟ إبراهيم، ازيك عامل ايه؟ أنا تمام الحمد لله. انتي اللي عاملة ايه يا نرمين؟ عاش من شافك. ايه يعني اختفيتي مرة واحدة كده وقلتي عدولي؟ لا أبدا مفيش. بس أصلا أنا بصراحة كده ما حبيتش أكون تقيلة عليك، وأول ما حسيت إنك بدأت تتضايق من وجودي قلت لازم أختفي بقى. حتى كان نفسي أظهر بعد وفاة بنتك، بس رجعت كبرت دماغي وقلت لأ، عشان ما يفتكرش إن عاوزة منه حاجة كده ولا كده. لا عادي يا نرمين. على العموم فكك. قوليلي بقى، انت كنت جاية هنا بتعملي ايه؟ انت تعبانة؟ لا مش تعبانة ولا حاجة الحمد لله. أنا كنت جاية مع واحدة صاحبتي، بس هي خلصت ومشيت وأنا كنت كمان ماشية أهو. بالرغم من إن كلامها ما يبانش إنه منطقي بالمرة، لكني حسيت إن في حاجة كبيرة هي بتحاول تداريها. قطع كلامي مع نفسي صوتها وهي بتقولي: إيه؟ أنت بقى اللي جاي هنا ليه بالظبط؟ أنت تعبان؟ لا أبدا، أنا كنت جاي أتكلم مع الدكتور شوية عن حالة مراتي وبنتي اللي توفوا، وكمان قلت أكشف على نفسي وأطمن أكون تعبان وأنا مش دريان زي ما حصل مع مراتي وبنتي. طيب اطمئنانك على نفسك دي فهمناها، لكن يعني إنك عاوز تتكلم بسبب وفاة بنتك ومراتك، ده اللي مش مفهوم الصراحة. أصل هما ماتوا خلاص، هتستفاد إيه من كلامك عن حالتهم يعني؟ عادي، أنا بس جاية عشان أعرف هما كان عندهم إيه بالظبط في الكبد، لأن بصراحة كده طريقة وفاتهم مش طبيعية. هما ما كانوش تعبانين قوي يعني للدرجة دي. حسيت إنها اتوترت وقالت: طيب بقولك إيه، أنا هقوم أمشي بقى، يلا خلي بالك على نفسك. ومشيت في ثانية من قدامي. ابتدى إحساسي بإن في حاجة غلط ومش مفهومة يزيد، عشان كده قلت إني لازم أبعد لحد ما أرتب أفكاري الأول، وهو ده اللي حصل. أنا نزلت بسرعة، قعدت على القهوة، ودماغي فضلت تودي وتجيب، وكان نفسي أوصل لخيط يوصلني لحل المشكلة دي. القهوة اللي كنت قاعد عليها كانت في وش العيادة بتاعة الدكتور أحمد، وفي وسط سرحاني لمحته وهو نازل بيركب العربية بتاعته. بس الغريبة إن ما طلعش بالعربية على طول، لأ ده فضل واقف بيها شوية لحد ما لقيت نرمين جت ركبت العربية معاه. حسيت بضربات قلبي وهي بتزيد، وابتديت أتأكد إن في حاجة غلط. عشان كده قربت من العربية وابتديت أسمع كلامهم اللي كانوا بيقولوه مع بعض. اتفضل يا سيدي المبلغ اللي اتفقنا عليه، في مقابل إنك تكمل اللعبة اللي اتفقنا عليها مع بعض ضد إبراهيم ومراته وبنته. تمام يا نرمين، دايما كده بتعملي باتفاقك وبكلامك. خلاص يبقى احنا متفقين، ولو احتجتي اي حاجة تانية في اي وقت اوعي تترددي انك تطلبيها مني. لا، ده لحد كده وفل قوي. يلا تكري يا دكتور. ولسه نازلة من العربية لقيتني واقف في وشها وبقول لها: بقى معقول الحقارة دي كلها تطلع منك انت يا نرمين في الاخر؟ اهدى بس كده يا ابراهيم، وقولي انت بتتكلم عن ايه بالظبط، انا مش فاهمة حاجة. بقى انت يطلع منك كل ده وليه؟ عشان ما وافقتش اتجوزك؟ نرمين وقتها انهارت وابتدت تصرخ وتقولي: ايوه انا عملت كده عشان مرضتش تتجوزني. انا لما عرفت انك بتتابع مع دكتور احمد ابراهيم جيت له هنا واتفقت معاه ان هيوهمك ان مراتك تعبانه جدا، وبعد شويه هيقولك انها ابتدت تخف وانها لازم تشرب ميه معدنيه. وهنا بقى جه دوري، وانا جيت لك وقت تعب مراتك ووقت تعب بنتك، وفي المرتين دول اديتك ازازه ميه معدنيه وقلت لك انها لازم تشرب منها، والازازه دي كان فيها ميه بتسبب الوفاه بالبطيء. انا كرهتك يا ابراهيم، كرهتك، وكان لازم اضمن لك الحياه اللطيفه اللي انت كنت عايش فيها دي. روحي يا شيخه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. انا بكرهك، انا عمري في حياتي ما كنت اتوقع منك كل ده. مش بقولك انك كنت عايش حياه لطيفه وورديه؟ واحد عايش حياته في اسعد ما يكون مع مراته هيتوقع ازاي يعني الغدر؟ انا عرضت نفسي عليك مرتين، وفي المرتين دول انت كنت بترفضني، عشان كده انا كان لازم انتقم منك. ده انا هوديكي في 60 داهية، انتي والدكتور عديم الشرف ده، واللي ما ينفعش اصلا يتقال عليه دكتور.
وقتها لقيت الدكتور أحمد إبراهيم هرب بسرعة بعربيته، نفسي واقف وحيد وسط الناس اللي كانوا واقفين يبصولي بشفقة، ومنهم واحد قرب مني واداني تليفونه وهو بيقولي اتفضل، ده تسجيل فيديو فيه كل الكلام اللي هي قالته، إن شاء الله هيفيدك إذا حبيت تثبت اللي حصل. شكرته جدا وطلعت بسرعة على أقرب اسم، وابتديت أحكي للضابط على كل حاجة حصلت معايا، وسألته هو احنا لو استخرجنا جثة مراتي وبنتي الله يرحمهم وعملنا لهم تحاليل المادة اللي كانت موجودة في جسمهم بواسطة الطب الشرعي عشان نثبت ان المية اللي أخدوها هي السبب في وفاتهم، هنقدر نثبت حاجة؟ طبعا يا أستاذ إبراهيم ما ينفعش، لأن دول متوفيين بقالهم فترة، بس تسجيل الفيديو اللي معاك ده أكيد هيفيدني وهنقدر نقدمه كدليل قوي جدا عشان حق مراتك وبنتك يرجع لهم. وفعلا الضابط ده ساعدني وقدر ان هو يرفع القضية، وابتدوا يدوروا على نرمين واحمد عشان يستجوبوهم، لكنهم كانوا هربانين، ولكن بعد فترة قدروا يلاقوهم الحمد لله وتم الاستجواب. وبالرغم من انهم كانوا بينفوا كل حاجة الا ان الحمد لله تسجيل الفيديو كان خير دليل، واتحكم عليهم وحق مراتي وبنتي رجع لهم. وبرغم من ان حقهم رجع لهم، لكن ده ما قدرش يشفي الجرح اللي جوايا من بعد ما فقدتهم، لكن قدر الله وما شاء فعل. نصيحتي ليكم في نهاية القصة، بلاش تدوا لحد الأمان قوي، وكمان بلاش تخلوا الغل والحقد يتمكن من قلوبكم، عشان ما ترجعوش تندموا وتقولوا يا ريتنا ما كنا عملنا كده.